طيب إيه الفرق يا دكتور دلوقتي ما بين التكميم العادي، التكميم المُعدّل، التكميم المُغلف؟ الفرق ما بين التكميم العادي والتكميم المُعدّل، إحنا عملية تكميم المعدة هي standard ثابتة في كل العمليات، تصغير حجم المعدة واستئصال قُبة المعدة اللي بتفرز هرمون الجوع. في تطوّر في جراحات السمنة عشان لمّا بنواجه مشاكل بنعمل تطوير في العملية عشان نتلافى هذه المشكلة. بعض المرضى بيكون عندهم ضعف إرادة شوية، بيكون هو مش قادر يلتزم بعد العملية، فإحنا بنعمل اللي هو التكميم المُعدّل، اللي هو بيكون silicone band حلقة حول المعدة بنحطها بعد ما بنتم استئصال 80% من حجم المعدة. بعد ما نصغّر حجم المعدة بنحط حلقة حوالين المعدة عشان الحلقة تلمس العصب الحاد، المريض يحس دايمًا بامتلاء، يحس دايمًا إن هو شبعان، ما يحسش إن هو عنده إحساس جوع بعد العملية. آآ بتساعد المريض على الالتزام وبتحافظ على ثبات نزول الوزن بعد العملية.